ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا بقى، انا رحت لام مريم بتاعه الفراخ اللي عندنا. قلت لها بصي يا ام مريم، انا عايزه دبوس زياده. انا عندي دبوسين وعايزه عليهم دبوس. اديتولي ب25 جنيه، حلو قوي الصراحه. وقلت بقى اعملهم كده مع طبق مكرونه سباكيتا كده وناكل احلى اكله بجد والله. هنعمله برضو بالبصل والطماطم كده، صينيه صغننه خالص، لان انا الصراحه زي ما قلت لكم مش بميل قوي انا والاولاد وزوجي للفراخ المسلوقه. بنميل اكتر للفراخ اللي هي بتبقى في متحمره. فراخ في الصينيه مثلا تحت الشوايه. فراخ مشويه، الحاجات دي بنميل ليها اكتر عن إن ما نسلقها يعني. بنحب فيها طعم البصل والطماطم والحاجات والتتبيله بتاعه الشوي والحاجات دي. فهنعملها برضو صينية ونعمل جنبها كده طبق مكرونة سباكيتي جميل. صرفنا كام يا ام هاجر؟ جبنا نص كيلو سباكيتي ب15. وجبنا دبوس ب25 وجبنا اللهم صل على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. و وجبت ب10 جنيه فلفل اسمر عشان ما كانش عندي. كده توتال صرفت 50 جنيه. 50 جنيه بس النهاردة، حلو أوي وجميل، ووفرت ال100 جنيه هنحطها في بوك التوفير. دي أصغر صينية عندي حرفيا. أنا بجيب الصواني الصغننة أو الطواجن الصغننة دي بقى للحاجات اللي هو ايه يعني صغيرة وكده. أقطع فيهم البصلة والطماطم الجمال دول اللي انتوا شايفينهم دولت، وأحط معاهم الدبوسين عشان هعملهم صينية زي ما قلتلكم. 3 دبابيس يا ام هاجر، وانتوا 4 تنفار. ما هو ابو هاجر ما كانش هيتغدى معانا النهارده لانه كان هيتاخر في الشغل وكده وهيتغدى بره. فقلت بقى انا وتوته وعبد الرحمن ناكل ونشبع بقى ايه. وانا بقى هم بيحبوا جدا جدا المكرونه الاسباجيتي دي، يعني بيعشقوها حرفيا. مسمينها الاندومي، اعمل لنا اندومي يا ماما. فهم يعني عبد الرحمن ابني فاكرها دي الاندومي. فبحب ان انا اعملها له دايما بحيث ان هو ما يشتاقش للاندومي بتاعت بره. يعني بس بكره لما يكبر شويه يفهم ان دي مش اساسا اندومي. ربنا يستر. تمام. بصوا زي ما انتم شايفين كده، هقطع بقى البصله الجميله بتاعتنا كده، واقطع كمان طماطميايه على شويه فلفل اسمر على سنه ملح، واحط الدبوسين الجمال بتوعنا واحطهم على الفرن يستووا، قصدي على البوتاجاز يستووا. بعد كده ارميهم في الفرن. اكله سهله وبسيطه جدا، وكمان مش بتاخد مننا اي مجهود يعني. ربع ساعه، ساعه، نص ساعه بالكتير هتلاقيكي مخلصه كل الاكله دي. اكله ما بتاخدش وقت زي ما قلت لكم. سلام بقى لو حبيتي تحبشيها وتعملي طبق الغنون، او طبق بقى غنوج يعني من بتاع ام هاجر الجميل، او سلطه الطحينه. وانا برضو هوريكم سلطه الطحينه بتتعمل ازاي، هنزلها لكم قريب. ولا لو عملتي بقى جنبها طبق سلطه خضر، يا سلام، تبقى تحبشتيها. ولا تقلي للاولاد طبق بطاطس، حسب بقى امكانياتك وظروفك انت. بس زي ما انا قلت لكم، اولادي بيحبوا المكرونه دي جدا، فما بيحبوش ياكلوا جنبها حاجه. هم حرفيا كمان ما بياكلوش الفراخ بسببها. يعني انا بعمل الدبابيس ديت وانا عارفه ان هم مش هياكلوها ما دام في مكرونه سباكيتي هيقعدوا هم ياكلوها وخلاص على كده. عبد الرحمن يقول لي لا انا هاكل اندومي. اه والله. فبعمل ايه؟ فبعينها لهم مثلا في العشاء مثلا مع شويه مكرونه صغيرين كده، انا اقعد اقطعهم لهم بالشوكه والمعلقه، واقعد بقى احط لهم بقى ايه مع الفراخ كده ايه حتت المكرونه واكلهم عشان بس يرضوا ياكلوها. ربنا يا رب يهدي كل اطفالنا. زي ما انتم شايفين كده، طريقه سهله وبسيطه. اعمل الطماطم كده ودعكتها كده مع الفراخ وبتاع، واحط نص كوبايه ميه خلاص كده، وهحطها على البوتاجاز تنزل بقى ميتها، وتنزل بقى العصاره بتاعتها اللي بتبقى جميله دي. تمام. ونروح بقى نعمل شويه المكرونه الجمال بتوعنا الخفاف. بصوا بصوا كانت حمرا ازاي، شايفينها في الصوره عامله ازاي. قولي لي بقى في الكومنتات تسلم ايدك يا ام هاجر، وحطوا لي لايك حلو كده منكم. ويا ريت يا ريت تصلوا على النبي كده في الكومنتات عشان ناخد الاجر والثواب مع بعض. بس ما اهم حاجه ما تنسوش برضو اللايك الجميل بتاعكم، وتقولوا لي تسلم ايدك يا ام هاجر. شجعوني يا جماعه، ما تشجعونيش ليه؟ بعمل لكم وصفات جميله جدا. يعني الوصفه دي كلفتني حرفيا والله والله 50 جنيه بس كده. وان شاء الله لو عايزين تمشوا بال100 جنيه يوميا، يعني يوميا 100 جنيه همشيكم بيها باذن الله. تمام. زي ما انتوا شايفين اهي بتغلي بقى، وانا هي برضو على النار حاطه بقى ميه عشان هسلق فيها المكرونه، وحاطه فيها شويه ملح. شويه الملح دولت بحسهم بيملحوا المكرونه شويه، لان اوريدي المكرونه بتبقى دلعه. تمام. هنزل بقى بالمكرونه الاسباجيتي بتاعتنا والفراخ الجميله بتاعتنا، هي زي ما انتوا شايفين على النار. والله العظيم وجبه
وجبة تحفة. بصي على فكرة انا بعمل الوجبة دي نادر يعني. الاسباجيتي ديت انا مش بميل ليها قوي، انا بحب انواع من المكرونة التانية. ابو هاجر بقى بيحب المكرونة سباجيتي، بس هو مش بيميل للمكرونات عموما يعني. فبحاول على قد ما اقدر ان انا اعملها مره في الاسبوع، لان الاولاد بيحبوها جدا، بالذات الاسباجيتي ديت، رغم ان انا بكره اليوم دوت، علشان مش هقول لكم بتبقى لحوسه بقى سباجيتي، ولحوسه في الارض، ولحوسه في الحيطان ربنا يبارك لي في عمرهم يا رب. فعبد الرحمن ابني زي ما قلت لكم بيقول عليها اندومي. هاجر بقى بنتي ماشيه ورا عبد الرحمن. عبد الرحمن ياكل اندومي مكرونه زي دي تاكل زيها، عبد الرحمن يرفض ياكل دي ما ياكل تاكلهاش، عبد الرحمن بيلعب اللعبه دي تلعبها، عبد الرحمن بيجري تجري وراه، كده. هاجر بنتي ضلت عبد الرحمن مش عارفه ايه. ربنا يبارك لي فيهم ويبقوا صالحين وسند لبعض، اللهم امين يا رب. طبعا خلاص سلقت المكرونه الجميله بتاعتنا اهيت، والفراخ على النار خلاص داخله في السوا يعتبر. هشيلها بقى واحطها في الفرن على طول، تاخد كده وش الجميل بتاعنا اللي بيلمع دوت، اللي يخليكي تاكلي بقى كده وانتي مرتاحه نفسيا. هعمل بقى الصلصه الجميله بتاعتنا. بس بجد بقى لو وصلتوا لحد هنا متنسوش بقى اللايك الجميل بتاعكم بقى، وتحطوا لي كده كلمه حلوه منكم، اللي تقولوا لي تسلم ايدك يا ام هاجر، مش تخسروا حاجه يعني، ده كومنت يعني. تمام. وحطيت بقى البصله الجميله بعد شويه الزيت دولت كده، واحمرهم وانزل. طبعا كلنا ستات بيوت شاطره جدا، بنعرف ازاي نعمل الاكله الجميله، وبنعرف ازاي نطبخ، بس انا بوريكم طريقه التوفير الجميل بتاعنا. بنحاول على قد ما نقدر نتعايش مع الغلاء اللي احنا فيه. طبعا الدنيا غاليه، وكل مدى بتغلى ما بترخصي.